بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، سأشارك معكم اليوم طريقة جيدة جدا ستساعدكم بعون الله تعالى في تثبيت محفوظكم، وستكون لكم عونا بعون الله تعالى أثناء استظهاركم لمحفوظكم، وستساعدكم بشكل كبير جدا في تثبيت ما تنسونه سواء من المتشابهات أو من الآيات التي تستعصي عليكم في الحفظ. ما سنحتاجه هو القرآن الذي تحفظ به أكيد ولا تغيره. هذه نصيحة معروفة لدى جميع الحفاظ: احتفظ بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي بدأت به الحفظ والذي تراجع منه، يعني نفس الكتاب لا تغيره أبدا. سنضيف مذكرة كيفما كانت ستفي بالغرض بعون الله تعالى. مثلا نحفظ في سورة البقرة، نريد استظهار الحزب الأول، يعني مراجعة الحزب الأول المحفوظ لدينا بعون الله تعالى. نغلق القرآن ثم نأخذ المذكرة ونبعد القهوة. القهوة أكيد من أجل إيقاظ العقل وتنشيط الذاكرة بعون الله تعالى، فمنا من يحب ومنا من لا يحب، فهذا اختياري بالنسبة إليكم. نأخذ المذكرة ونبدأ بعون الله تعالى في استظهار الحزب الأول أو أي محفوظ الذي نريده. نبدأ الاستظهار بشكل عادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هنا مثلا أنا وصلت آية مثلا والذين يؤمنون، أنا أصابني شك مثلا، هل نقول والذين يؤمنون أم الذين يؤمنون بدون و؟ فهذا الأمر يصيب الكثير منا أثناء المراجعة وأثناء الاستظهار، وهذا أمر عادي. هذا أمر عادي جدا. إذن أي آية تتفلت منك ولو شككت فيها بمقدار 1% اكتبها في المذكرة. مثلا أنا كتبت هنا آية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كتبتها هنا، يعني أنا شككت في ربما في طريقة الصياغة أو في حرف من الحروف أو في كلمة من الكلمات، فأنا كتبتها ثم أواصل السرد دون أن أفتح القرآن الكريم. أجعل فتح القرآن هو آخر شيء. مثلا أنا هذه الآية نسيتها، نفترض أنني نسيتها، لا مشكل، أنا أكتب فقط البداية يضل به كثيرا. مثلا نسيت هذا التتمة، لا مشكل، أكتب فقط يضل به كثيرا ثم أضع النقاط ثم أواصل المحفوظ، أواصل حتى أنهي الجزء المقرر مراجعته أو استظهاره، وأكتب جميع الآيات التي شككت فيها أو نسيتها أو نسيت جزء منها. في الأخير أعود للقرآن الكريم وأفتحه وأذهب إلى الحزب الذي قمت باستظهاره. لكن هنا أمر على الآيات آية بآية، وكل آية أحاول أن أتذكر مكانها في القرآن الكريم، يعني لا أذهب مباشرة وأبحث عنها، وإنما أحاول أن أوطنها في ذاكرتي انطلاقا من ذاكرتي ثم أذهب إليها مباشرة. مثلا هذه الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. انطلاقا من ذاكرتي فهذه الآية وردت في الحزب الأول من سورة البقرة من بعد آية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وسأذهب إليها مباشرة في القرآن الكريم. من هذه فتح عليها القرآن. نعم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. هنا الآية التي نسيتها: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية الأولى التي كنت شككت فيها، إذا كانت صحيحة أضع علامة بأنها صحيحة. إذا كانت خاطئة، مثلا أخطأت في كلمة منها أو كتبتها هنا، فسأضع علامة هكذا وسأصححها. سأعيد كتابة الآية الصحيحة انطلاقا من كتاب الله سبحانه وتعالى، سأعيد كتابتها وتصحيحها ونفي المذكرة. وهذا الأمر يساعد بشكل جيد جدا على
تثبيت هذه الآية للمرات القادمة ستجد أنك لا تعيد نفس الأخطاء. والمذكرة، لماذا نحتاج إلى مذكرة بالضبط؟ لأنك ستضرب عصفورين بحجر واحد. ستكتب، ربما بإمكانك أن تبرمج الجزء الذي تريد استظهاره يوميا، وستحتفظ بالأرشيف هنا في الذاكرة. وكذلك بعد أسبوع مثلا من استظهار الحزب الأول، نفس الحزب مثلا من سورة البقرة، ستعود إلى جميع أيام الأسبوع، وستلاحظ أن جميع الآيات التي كسبتها هنا تبدأ تقل شيئا فشيئا أولا، وثانيا غالبا لن تجد نفس الآية تتكرر معك. يعني الآية التي تخطئ فيها اليوم إن أعدت غدا الاستظهار لن تخطئ فيها، ستجد هناك آية أخرى وآية أخرى كذلك في اليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر. وبهذا ستجد أن هذا الجزء الذي تقوم باستظهاره بهذه الطريقة ستجد أنه بعون الله تعالى محفور في ذاكرتك بشكل رائع جدا وبشكل متقن بعون الله تعالى. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون موفقا في أن أوصل لكم فكرتي وطريقتي في المراجعة والاستظهار، وأتمنى إن شاء الله، وأتمنى بعون الله تعالى أن تشاركوا هذه الطريقة مع من تعرفون من الحفاظ ومن المقبلين على الحفظ بعون الله تعالى. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويتم علينا نعمه ومننه وفضله، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.